يا مساء الفل. هنعمل النهاردة طاجن الرز المعمر بالفراخ. هيكون احلى واجمل من اللي بناكله كمان في المطاعم بره. بس لو اول مرة تشوفيني، انا شروق. ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. طاجن الفخار هنحط فيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي. الرز بتاعي هيكون مغسول ومتصفي كويس قوي، هننزل بيه في الفخار. هبتدي ان انا اقلبه كويس مع السمنة عشان خاطر الرز يشرب السمنة اللي موجودة. هحط كمان معلقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل، وهقلبهم مع بعض. عندي بقى ورك فرخة هخليه واقطعه وهنزل بيه في الفخار. يا سلام بقى لو كان عندي حمام وخليته ما اقولكوش، كان هيودي الطاجن في حتة تانية خالص. هدي للفراخ كده مع الرز تقليبة. اللبن بتاعي هيكون دافي، يدوبك هحطه يغطي وش الرز بالظبط. لو عندك بقى معلقتين 3 قشطة كده هتحطيهم على الوش، وهتحطي كمان معلقة سمنة بلدي. هندخله الفرن يكون شغال من الاول. هنسيبه في الفرن، اول لما يتشرب والوش بتاعي يحمر من فوق هطفي عليه من فوق وهغطيه وههدي النار من تحت، وبعد كده هطلعه. بس كده هتاكلوا احلى طاجن رز بالفراخ. اشوفكم الفيديو الجاي بوصفة جديدة.